مرحبا بالجميع. سنتناول اليوم موضوعا جادا أثار الكثير من النقاشات. أتحدث عن الفضيحة الأخيرة في مدرسة مولاي يعقوب الثانوية، حيث ظهرت مزاعم بالتحرش الجنسي. لم يبدأ الأمر مجرد إشاعة، بل تم توثيقه بالفيديو من قبل الطلاب أنفسهم، حيث اتهم مدير المدرسة بالتحرش بطالبة داخل مكتبه. لقد هز هذا الحادث المجتمع وأثار الغضب، مما دفع النيابة العامة في فاس إلى فتح تحقيق. لكن دعونا نتراجع خطوة إلى الوراء. لماذا هذا مهم؟ بعيداً عن الظلم الفوري، يلقي هذا الموقف الضوء على قضية أوسع تؤثر على مؤسسات تعليمية لا حصر لها في جميع أنحاء العالم: سلامة ورفاهية الطلاب. لم يأت رد فعل مديرية التربية والتعليم إلا بعد انتشار الخبر. أصدروا بيانا، لكن الكثيرين يشعرون أنه ليس كافيا. قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأخير جلسة التحقيق التفصيلي في ملف التحرش الجنسي بتلميذات، الذي تورط فيه مدير ثانوية التقدم بعين الشقف الواقع في نفوذ إقليم مولاي يعقوب، وذلك لغاية يوم الثلاثاء 11 يونيو القادم. وجاء قرار التأخير بعدما تخلف 3 ضحايا عن جلسة التحقيق، وحضرت ضحية واحدة رفقة ولي أمرها، كما أمر القاضي المذكور باستدعاء جميع الضحايا اللواتي تم الاستماع لهن من قبل عناصر الدرك الملكي عقب تفجر هذه القضية التي هزت الرأي العام التربوي والوطني. ونجح عناصر الدرك الملكي بسرية بن سودة بفاس نهاية شهر أبريل المنصرم في توقيف مدير الثانوية التأهيلية التقدم بطل فيديو الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة مولاي يعقوب، والذي توارى عن الأنظار مباشرة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ودخول الضابطة القضائية وأكاديمية ومديرية التعليم على الخط. وكانت مصالح الدرك الملكي المختصة قد عممت مذكرة بحث وطنية في حق المدير المتورط في الواقعة، بالإضافة إلى إصدار أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى غاية النظر في التهم الموجهة إليه بناء على ما ستخلص إليه التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك بالمنطقة. وكانت عناصر الضابط القضائية قد استمعوا إلى إفادة التلميذة التي ظهرت في شريط الفيديو بحضور أفراد أسرتها، بالإضافة إلى إفادات تلميذات أخريات لتدعيم الملف. ورجح العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن تكشف التحقيقات عن مفاجآت عديدة في هذا الملف، مشيرة أنها قد تثبت سوابق المدير في التحرش بالتلميذات عبر استغلال منصبه للقيام بجرائمه. يذكر أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بمنطقة مولاي يعقوب تفاعلت مع القضية وقررت توقيف المدير عن العمل وتحويله إلى المجلس التأديبي. كما تبرأ الأساتذة والأطر العاملة بالمؤسسة من سلوكات مديرهم، معلنين استنكارهم الشديد لتصرف المدير الشاذ والحدث المفاجئ والصادم. الأمر لا يتعلق فقط بمعالجة هذه الحالة الفردية، بل بكيفية معالجتنا ومنعنا للتحرش في المدارس كمجتمع. هذه ليست مجرد قصة إخبارية، إنها بمثابة جرس إنذار. إنها تتعلق بالبيئة التي نخلقها لأجيالنا الشابة. كيف نضمن أن تكون مدارسنا أماكن آمنة، حيث يمكن للتعليم والتطور الشخصي أن يزدهر دون خوف؟ أعلم أن هذا أمر ثقيل، لكنه أمر بالغ الأهمية. نحن بحاجة إلى التحدث عن هذه القضايا وإخراجها إلى النور والتأكد من معالجتها، ليس فقط في مولاي يعقوب ولكن في كل مكان. شكرا للاستماع، ودعونا نستمر في الضغط من أجل عالم يمكن فيه لكل طالب أن يتعلم وينمو في بيئة آمنة. تذكروا أن التغيير يبدأ بالوعي والمحادثة. لنكن التغيير.